اليوم باش نشوفوا كيفاش نحضروا العجينه نتاع البقلاوه. وقت نقولوا البقلاوه نخافوا، لا ما نخافوش. باش نشوفوا تويكا طريقه سهله. انا اليوم باش نعمل صينيه نتاع بقلاوه نتاع 4 كيلو. باش ناخذ بالكيلو خاطر ما نجمش نعجنها وصعيب عليا. باش ناخذ هذايا كيلو فرينه. باش ناخذ بيضه حطيتها لهنا. حطيت معاها فنجان زيتونه. حطيت معاها اقل من مغرفه صغيره متاع قهوه ملح بالطبيعه. هذوما باش نشد نخضهم لهنا بالباهي باش البيضه هذيك ما تبقاش فيها الكعابر. خلطت مليح مليح البيضه والزيت والملح. توا باش نصبوا العطري شاي، معناها ماء عطرشيه، ماء ورد تحبوا عليه نتوما. حطيه لين نوصل 250 مليلتر، معناها 4 لتر. ونزيد نعاود نقضها. حطينا الخليط الاولاني هذاك، خلطوه بيدينا مليح مليح مليح. ونكونوا حضرنا لهنا 250 مليلتر اخرى ماء كهو. باش تسألوا علاش ما تخلطتش الكلها مع بعضها، على خاطر الفرينه ساعات تشرب وساعات ما تشربش. كي خلطوهم الكل مع بعض بستراسيلو باش يبقى لنا خليط فيه العظم وزيت زيتونه، معناها كيكه. دونك نخلطوا هذايا الاولاني العظمه والزيت زيتونه والملح مع بعضه، ومعهم بعد نزيدوهم الارoma هذاك اللي هو عطرشيه ولا ما ورد ولا اللي تحبوا عليه انتم، واللي ما عندوش ما ينجم يستغني عليه. وبعد نكملوا نصف لتر بالماء العادي. يعني لهنا نلاحظوا نستنتجوا اللي كيلو فرينه يلزموا معناها نص لتر سوائل. السوائل اللي هي زيت زيتونه وبيض ومعناها وماء عطرشيه واللي هو باهي. ثم شكون يعمل بيضتي حر، معناها نورمال. انا واحده من الناس ما نحبش العظام برشا، معناها نفضل اني نعمل بيضه واحده يزيك هاو تكفي. باهي هذيا نبدا نصب شويه بشويه الماء لين تتلملي العجينه. عندي ملاحظه بربي، فما شكون ناس بكري ونساء بكري الحراير معناها يقولوا اللي البقلاوه ما يلزمهاش تحط في الماكينه. انا واحده من الناس نعارض الشيء هذايا. بالنسبه بربي الورشات الكبيره والمصانع معناها نتاع الحلويات، يا اخي باش يبقوا يعجنوا بيديهم ما باش يستعملوا ماكينات. معناها انا مشيت مع الوحده هذيا ومعناها قررت اني نستعمل الماكينه. معناها انا واحده من الناس مره استعملت الماكينه بتاع البشكوتو هذيك اللي نفرموا بها اللحم ونعملوا بها البشكوتو. استعملتها وعجنت بها العجينه بتاعي وجاتني ناجحه وعادي وجدا. تويكا باش نستعمل انا ماكينه بتاع معناها عجانه في حد ذاتها، وان شاء الله بقدره الله ما خاطر شنو واحد باش يتعب روحه. والكل نساء الحراير مشاو على رواح، ما احنا ما نشكي في نساء بكري. حطيناها تويكا في الماكينه تاعت الزبده. احنا نسينا اللي الماء راهو دافي. حدثنا قلنا باش نزيدوا لقيت النص لتر ماء اللي تنجم الفرينه تشرب وتنجم ما تشرب. كي نشوفوها بشويه بشويه نبدو نحطوا بالقطره ماء هكا وعندنا ميزاننا لين تكمل تعجن. العجينه حضرت هذا كيلو، نجيبوا نحطوه في ساشي ونخرجوا منه الهواء ونحطوه على جنب ونكملوا بقيت كيلوات الاخرين كيف ما سبقوا تحدثنا. صحيح العجينه حضرت هذو نتاع 4 كيلو كما تحدثنا. كل كيلو عملناه وحده بالنسبه لوحده مبتدئه. احنا البقلاوه التونسيه باش يلزمها 24 كعبوره، 24 ورقه، 12 من لوطه و12 من فوق. يعني لهنا هذوما يلزمهم يعملونا 24. يعني كل كيلو لهنا يلزموا يعمل 6 كعابر، 6 في الأربعة صافي 24. هنا باش ناخذوا بالطبيعه اللول ارتاحت العجينه نتاعنا بالباهي. باش ناخذوا ها هو الكيلو نتاعنا هذا نقصوه على 6. تحدثنا كل كيلو نقصوه على 6 كعابر متقايسين متساويين. نلموهم هكا نحطوهم ما بين طبقات السلوفان ولا طبقات قماش احنا كيفاش.
توا جا دور الكيلو الثاني، كيف نفس الشيء قصوه على 6. نحاول نعملوا حسابنا نعملوا زوز معناها كعبورتين كبار، باش وحده نعملوها ملوطه بالكل، وحده من فوق. باهي هنا نجموا نستعملوا نشاء اذا كانت العجينه معناها لزجه، لكن بالنسبه لي انا تو ماهيش لا هي لزجه لا حتى شيء، نورمال. علاش؟ على خاطر بالنسبه اللي كانت تكون العجينه ياسر طريه تعب، فهمتني؟ لذلك نجم نحب يعني هي لازمنا نخلوها هكا بشويه، معناها معموله شويه. وهكا ساي كملونا ال 24 كعبوره اللي هما باش يولوا 24 ورقه. وباش نبدو تويكا نحلو بالورقه بالكعبه. نبداو باول وحده، وتوا باش نبدو نطرحوا كل كعبه وحدها، ونبدو بطبيعه باول وحده عملناها. نطرحها بالباهي بطبيعه شكل دائري، ماذا بينا خاطر الصينيه مدوره هي بطبيعتها. نكونوا من قبل حضرنا طبق ولا غربال ولا حاجه غطيناه بمنديله، وباش نحطه فيه. بعد ما نحطه الكعبه كيف هكا نغطوها بابي ترانسبارون، ونكملوا البقيه. نكملوا لهنا 12 كعبه فوق الطبق هذا. هذوما 12 ورقه صاي كملتهم، حليتهم الكل، ومن بعد قلبتهم طريقه انه الاولانيه بالكل هي ولت من فوق. علاش؟ على خاطر هي اللي باش نبدا بها، كانوا فوق الوحده الاخرى، جيت في الطبق شديتهم قلبتهم. وهذا اللوز حضرناه بالطبيعه تعرج وترحال، حطينا فيه 4 كيلو لوز، حطينا فيه 750 جرام سكر محاور حسب الذوق. فما شكون يحب اكثر حلاوه، فما شكون يحب اقل. انا معتمده على الشحور بطبيعه الشحور زاد السكر. حطيت 750 جرام كهو. حضرنا الصينيه دهناها بالباهي بالزيت زيتونه بالطبيعه، زودنا شويه باش تطيب ملوطه وفي نفس الوقت ما تلصقش. حضرنا الزبده اللي هنا ذوبناها وصفيناها من الماء بتاعها، اللي زبده عربي ماهيش مارغرين. كيردون باش ننقبوا بيه ونخرجوا بيه الهواء. وهنا شويه نشاء معناها نخلط مع سكر محور باش نحطوه ما بين طبقات باش ما يجوش لاصقين. باش ناخذوا تويكه بالورقه باش نحاولوا ان المره الاولى بالبونيه نتاع اليدين هكا نحلوها بالاطراف نتاعها، زاده نحاولوا نحلوا نبعدوا على الوسط باش ما تنقبش ما يتقطعش. نجموا نستعينوا بشخص اخر في المنزل باش يعاوننا عليها. احنا باقي نتحدثوا على طريقه المبتدئات هذيا. باش نحاولوا نجبدوا مراف هكا بشويه تمشي الورقه بشويه في عقلنا، ما نزربوش، ديما نجبدوا من الاطراف لين وقت اللي تكبر هي شويه، ونشدوا صحيح فك البقايا على الخشينه هكا من الجنوبات، تكبر شويه وانا نحطوها على الطبق. نزيد تويكا نزيدوا نحاولوا نجبدوا شويه، ديما نجبدوا من الاطراف من العجينه بالضبط، الوسط ما نمسوش الجمله. نجم نحطوها توا في الطبق بشويه ما خافوش. اذا شفناها الورقه كيفاش باش نحاولوا لهنا نخرجوا الهواء بكوردون كيف هكا. هذوما الاطراف من هنا نجموا نهزوا هكا وبهكاكا تنجم هوا هكا. ناخذوا تويكا
الزبده باش نبدو نشقشقو بالزبده، نشقشقوها مليح مليح خاطر هي البنه نتاعها في الزبده. هذوما المكونات نحطوهم خاطر احنا باش نعبوهم باللوز. هذيا زبده وعملتها طيبتها، معناها نحيت منها الواحد بريسك، هذه عباره وكانها سمن، ماهيش زبده عربي، زبده الحيوانيه معناها موجوده في ماهيش مارغرين، موجوده في السوق. خديتها ونحيت منها الماء نتاعها الكل. هذه طريقه قبل كانوا يعملوا فيها نساء قبل، اماتنا وجداتنا يعملوا السمن، ياخذوا الزبده العربي ويطيبوها مليح مليح، طريقه انه يخرج منها الواحد وذاك الكل كيفاش نتحصلوا على السمن. انا عملت نفس الطريقه ولكن بزبده سوري ماهيش الزبده عربي. اذا نواصلوا كيف هكا نشخشخوها مليح مليح. نجموا ناخذ سبونتكس جديده ونحطوها في الزبده كيف هكا ونعملوا معناها اسرع، طريقه اسرع. مش مشكله حتى كذا اللي مثلا بقعه اللي جاب باش يجوا هما على بعضهم الاوراق بالطبيعه. هذه معناها موجود عليها الزبده، الاخرى مش موجود، معناها تهز بعضها الكل. ناخذ تويكا شويه اللي حكينا عليه، السكر محاور والنشا هكا شويات، مش برشا، شويات كيما ما تحدثنا باش الورق ما يجوش معناها لاصقين ببعضهم هكا لدرجه انهم كاينهم ورقه واحده. هذا يورقها. وزيدا فما شكون يعمل فما شكون ما يعملش، انا هكا نعمل فيها ديما وطلعت لي ناجحه، وتبقى لي البقلاوه تبقى بالشهره. ناخذ تويكا الورقه الثانيه والثالثه حتى هني نكملوا 12 ورقه، باش نزيد نعاود ورقه اخرى باش نزيد نثبتوا مليح مليح. شفتوا كيفاش نحاولوا نجبدوا من الجنوبات هكا. ها الوسط ما نجيبوش ساحته جمله خاطر الوسط رهيف. العجينه نحاولوا نشدوا من العجينه ونفا شفناها بدات تتحل. نجم شكون يعاوننا نجبدوا هكا نضل نمشوا. هذه حبيت نوريكم باش نقول لكم اللي حكايه العجين لازم كان باليدين نتاع الورقه راهي غالطه، والدليل على ذلك هذه انا عجنتها في الماكينه. حط هذا نشوفوا لهنا نخزروا مليح مليح. ها نجبدوا مخافوش، المهم نجبدوا من العجينه احنا وننفضوا كيف هكا. انا مره كيما ما حكيت لكم عجنتها في الماكينه تاع البشكوتو، ما تضحكوش عليا عاد، وجاتني صافا. نبداو تويكا نحاولوا نخرجوا له. هذه صاي كملت 12 ورقه اللوطانيه. ماناش باش نشقشقوها هذه خاطر باش نحطوا اللوز، لكن قبل اللوز باش نحطوا شويه سكر محاور. علاش السكر محاور هذايا؟ باش تلصق اللوز، باش يلصق في كل الورقه هذيا وما يتنحاش. ساعه ساعه احنا نمشوا ناخذوا كعبه بقلاوه، احنا نجيو ناخذوها والطاقه الفوقانيه الوحده القشره الفوقانيه تتنحى واللوطانيه كيف كيف. نعملوا السكر محاور هذا هكا وبعد باش نحطوا عليه اللوز. شوفوهم كيف هكا. حكايه مش برشا 30 غرام كيكه. نوزعوه المهم كيف هكا بالتساوي خاطر باش تعرق هي من بعد معناها تشد بعضها. ناخذوه بالصحفه ونحاولوا ان نعبوا ونوزعوه بالتساوي. هاي الصحفه حفه لين يكمل الخليط اللي عندي الكل. اذا حطيناهم لهنا باش نحاولوا نوزعوا توا هكا، نوزعوا لين تولي الكلها تتوزع الكل على الصينيه، ما تجيش واحده واتيه والاخرى منفجه. يعني الكعبه مش تجي كعبه واتيه وكعبه ياسر الابيسور نتاعها كبير. نحاولوا هكا لين نعملوها بالضبط معناها هك
صاي حضرناها تويكا صينيه، حطينا اللوز وزعناه الكل بالتساوي. تويكا نجيبوا شويه عطرشيه وشويه زهر ونحاولوا ان نسقوها كيف هكا. نحاولوا نسقوا نوزعوه بالباهي. لين نكملوا الطريف اللي عنا الزهر والعطرشيه. صاي سقيناها تويكا بالعطرشيه ومن الزهر، وتويكا باش نجو نعملوا الاوراق الاخرين من فوق. خدينا تويكا الورقه باش نحاولوا ان نستحفظوا عليها باش نغطوا بها اللوز. ها هي هكا تويكا نغطوها بالكدا، ومن بعد باش نجبدوها باش يلا ترى نبدو نمدو باش نغطوا بها اللوزات. ونستحفظوا عليها ما يلزمهاش تتنقب، خاطر هي باش تلم لنا اللوز. اذا ها هكا شفناها كيفاش الورقه الاولانيه. بنفس الشيء كل نعمل نشخشخها مليح بالهدايا بالزيت عفوا بالزبده، ونفس الحكايه نعمل 12 ورقه. ما هذه الاولانيه مازالوا 11 ورقه اخرين، نكمل بنفس الطريقه الورقه. ومن بعدها شويه نشا وسكر محور نعملوها بالصفايه والورق، ومن بعد تجي الورقه الاخرى وبعدين نشخشخ بالزبده حتى اللي نكملهم الكل. الورقه الاخرانيه هذيك ما نعملش فيها الزبده، كيما الورقه الاخرانيه زاده بتاع اللوطانيه بالكل. الورقه اسمها رقم 12 ما حطيناش فيها الزبده، خاطر كان باش نحطوا فيها الزبده كيف باش نحطوا لوزنا وقت اللي بعد ما طيب معناها تبعد على بعضها تتنحى، تبقى الطبقه اللوطانيه بتاع البات واللوز وحده وكل حاجه وحدها. ونكمل توكا حتى نكمل الورقه عدد 24. صاي كملوا ال 24 ورقه. باش ناخذوا تويكا نحاولوا باش نقصوها. ناخذوا لاباري هذه نحاولوا ان نحطوا بالضبط المضبوط، نومروا بها نقمروا بها الكعبات، معناها نمشوا هكا افقيا، معناها هكا نمشوا هوريزونتالمون. نكملوهم هذا الكل ومن بعديك نحاولوا ان باش ناخذوا نقمروا الكعبه كيفاش باش نعملوها، وتو نشوفوا في الاخر بكل علاش باش نتحصلوا طبيعه شنو الشكل النهائي نتاعها. صينيه البقلاوه صاي كملت، قصيناها شفنا كيفاش القصان، نحينا الزيت كله من الجنوبات، وتوا باش ناخذوا الزبده ونعاودوا نشقشقوا بالباهي بالكدا خليها تدخل بالكدا لداخل لين توصل للوز. عندي ملاحظه، بعد ما نكملوا ال 24 ورقه نخلوها ترتاح شويه صينيه البقلاوه قبل ما تتقص باش تعطينا الطوع للقصان، سينون ظلي الورقه ظلي تتهز، ما تخليناش معناها القصان يجينا بصعوبه. بعد ما نكملوا شقشقوها مليح مليح نهزوها ندخلوها للفور. هذه بالطبيعه مانيش باش ندخل، باش نهزها للمخبزه نتاع الحي الكوشه، ومن بعد ان شاء الله بعد ما تكمل تو نوريها لكم ونشوفوا شنو النتيجه، وان شاء الله تكون عجبتكم. انا هذا الفيديو هذا حبيت نعمله نوع من المبتدئات، لكن حبيت نحي قاعده انه البقلاوه ما تتعمل كان بالعجينه باليدين، لا هذا دليل قاطع انها العجينه اللي تتعمل بالماكينه معناها لا تتقطع على حتى شيء، والدليل هاكم شفتوه نتوما ما تقطعت لي حتى ورقه الحمد لله. ان شاء الله تشوفوها من بعد كيفاش باش من بعد ما تطيب كيفاش باش تكون النتيجه. الى اللقاء. هذه طيب صاي تويكا صينيه البقلاوه حضرت، ها هي ناخذوا كاساتات هذوما نحطوهم فيها، كل كعبه قصوها بالطبيعه كل كعبه نحطها في كاسات كيف هكا،
تحصلوها هاي الشكل النهائي. باش نحبوا نخزنوها نخملوها معناها للمدة اللي باش نسحقوها فيها أسبوع 2 شهر. نستعملوا تبروير هوا نحطوها فيه، إذا نحطوها لهنا في حاجات كيف هكا، وبهكاكا تبقى صالحة وتبقى معناها نكهتها هي نفسها، وتبقى نفس القون نفس المنظر المزيان. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسالة هذه، وما تنسوش باش تشاركوا في قناتي. بسلامة.